السلام عليكم سيادنا، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ودائما نشوفكم في احسن الاحوال. كي تنقولوا ديما فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم سيادنا جبنا لكم واحد الكيكه ديال تقرقيب الناب. اي نعم، مازال بتقرقب واحد الناب مع بريريت ديال اتاي ولا كويس القهوه. ما عليك غير تقاد هاد الكيكه هادي، راه ساهله ماهله. المقادير ديالها بساط، متوفرين في جميع الديور. والطلا كريم اللي درنا، حيت درتها على جوج ديال الطرق، درتها بلا كريم وبلا لا كريم. طلا كريم ديالتها راه ساهله وبطريقه مبسطه. نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. ما عليكم دابا غير تفرجوا في الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. فرجه ممتعه الاخوان، ونشوفكم في نهايه الفيديو. ونبداو مع المقادير ديال الكيكه نتاعتنا الاخوان. غادي نحتاجوا 135 غرام تاع الدقيق. بالنسبه للخيزو تقريبا 3 حبات صغار اللي باجي فيهم 135 غرام. عندي هنا القرقاع 70 غرام. كما يمكن لك تستعمل اي حاجه متوفره عندك في الدار، قرقاع كاوكاو اللوز. جوج بيضات بدرجه حراره الغرفه. عندنا 100 غرام تاع السكر، انا استعملت السكر السمر، كما يمكن لك تستعمل السكر العادي ولا سنيده. عندنا 80 غرام تاع الحليب. الزيت الروميه 80 غرام. عندي هنا راس معلقه تاع القرفه صغيره، وقبيصه الملحه، وخنيشه تاع خماره الحلوى، وشويه ديال الفاني. وغادي نستعمل الطراب الكهربائي اللي في هذه الوصفه هذه ولا في هذه الكيكه هذه. وما بقى لنا غير نقولوا يلا سيادنا نتكلوا على الله ونبداو في الوصفه. بسم الله. ناخذ سنيده نديروها هي الاولى، نزيدو عليها البيض ونطربوه مزيان. بسم الله. تنفكر حيت واحد اللعيبه ناقصه لنا في هذا الفيديو هذا، سبحان اللي ما يسهل الاخوان. دابا اللي طرا هو اني زدت الزيت والحليب، وعند بالي راه تنسجل الساعه لقيت راسي ما سجلتهمش، يعني ما باينيش في الفيديو. اني تنقولها لكم، درنا السكر والبيض وطربنا وزدنا الزيت والحليب، وغادي نعاودو نطربو. ودابا سيادنا غادي نديرو الفاني ونطربو واحد التطريبه خفيفه، وهكا غادي نكونوا استغنينا على الطراب الكهربائي. نحيدوه. ودابا غادي نديرو الدقيق نتاعنا اللي مغربل، ونحركو الدقيق نتاعنا بشويه على هذا الشكل هذا. والخطوه الجايه هو ان غادي نديرو هذا الكركاع ونديرو خيزو ونحركهم حتى هما. ودابا سيادنا اخر حاجه غادي ندير اللي هي خماره الحلوى والملحه وداك شويه القرفه. وكما كتشوفوا ها هو الخليط ديالنا وجد. غنجيبو دابا المول ديالنا باش نديروها في المول. وما تنساوش تشعلوا الفران الفوق والتحت، ديروا على 180 درجه. شعلوه قبل ب 10 دقائق حتى 15 دقيقه. من الاحسن يكون الفران سخون قبل ما نديرو فيه الكيكه نتاعنا. وخليكم معنا. وكما كتشوفوا انا بالنسبه لي تنفضل ندير هاد ورق الزبده. ودابا سيادنا نقولوا بسم الله ونخوي الخليط ديالنا هنا. وكي ديما موس فيه زيت الروميه، ونديرو واحد الخط بحال هكا باش منين طيب وتنفخ. هذاك لوستي ما عرفتش كيف نشرحها لكم ودابا بقى لي نقول لكم ندخلوا الكيكه ديالنا للفران ونشوفوكم ورا فاش توجد. خليكم معنا. يا بسم الله. هاي الكيكه نتاعتنا الخوت، الريحه يا سلام. ودابا غنديرو هنا باش نخليوها تبرد.
بسم الله. وكما كتشوفوا شاط معايا 10 العجينه وجدت هاد الجوج هادو، شوفوا كيجيو حتى هما. انا الكيكه وولادها. ومن بعد ما الكيكه ديالتنا وجدات كنخليوها تبرد. دابا غادي ندوزو باش نديرو واحد لاكريم اللي غادي نرافقوها معاها. بالنسبه لي انا ما تنفضلش ندير لاكريم، حيت الا درتي لاكريم ما تبقاش يعني تطول معاك، تيخصك ولا دغيا. داكشي علاش زدت هاد الجوج صغار باش نوريكم الطريقه نتاع لاكريم، ولا بغيتو ديروها نتوما تيبقى لكم الخيار. وبالنسبه لي انا عزيز ناكلها هكاك بلا كريمه بلا حتى شي حاجه. هاد المقادير اللي غادي نعطيكم يمكن لكم تدوبلوهم كيف ديما. يعني الا قلت 10 غرام يمكن لك دير 20 غرام 30 غرام، تضوبل في جوج ولا في ثلاثه على حسب الكميه اللي بيدير نتاع لاكريم، وعلى حسب الكميه نتاع الكيك حتى هو اللي بيدير. انا درت جوج بيضات، الا بيدير 4 بيضات غتخرج كيكه كبيره. يعني خاصك لاكريم تضوبلها في ثلاثه ولا في اربعه. يلا سيدنا نتوكلوا على الله ونبداو دابا بالمقادير تاع لاكريم. غنحتاج سيدنا واحد 25 غرام تاع الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، السكر كلاصي 30 غرام، فرماج كريمي 85 غرام. يمكن لك تستعمل اي فرماج كريمي. اهم حاجه هو انه خصو يكون بارد، ما يكونش على برد تاع الثلاجه. هذا غادي نعاود نردو للثلاجه. فاش نبي نخدم بالزبده غادي نردو للثلاجه باش يبقى محافظ على البروده تاعته. وغادي نحتاج واحد شويه نتاع الفاني، ولا يمكن لكم تستعملوا السكر الفاني. يلا سيدنا على بركه الله. وكما شفتوا معايا الجبن كريمي درتو في الثلاجه. دابا غادي نبدا بالزبده. بسم الله. غنحطها بحال هكا ونبدا نمعسها مزيان على هذا الشكل هذا حتى تولي بحال الكريمه. وحيت درت كميه صغيره داكشي علاش استعملت يديا. هي من الاحسن دار بالطراب الكهربائي. ونبقاو هكا تندلكوها مزيان هاد الزبده نتاعتنا. كما كتشوفوا سيادنا تقريبا الزبده ديالتنا هي قربت توجد. ومن بعد ما وجدت الزبده ديالتي غنزيد عليها سكر كلاصي ونحرك، نعاود نخلطهم مزيان مع بعضياتهم. كما كتشوفوا غندير هاد القصيره تاع الفاني ونعاود نحرك. ونقولوا دابا الخليط ديالنا هو واجد. غنمشي دابا نجيب الفرماج من الثلاجه باش نزيدو حتى هو مع الخليط ديالنا. ومن بعد ما جبنا الفرماج من الثلاجه غنزيدوه حتى هو بهذا الشكل هذا، ونبداو نخلطو كلشي مع بعضياتو. لاكريم ديالنا كتجي بحال هكا. دابا اش بغينا نديرو غادي ندخلوها للثلاجه ونخليوها ترتاح واحد ربع ساعه. عاد ديك الساعه نكملوا الخدمه ديالتنا. خليكم معنا. وانا سيادنا لاكريم هي وجدات. ونهزو الكيكه ديالتنا نحطوها في الطبس على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو نحلو هادو باش نديروهم بلاكريم. خليكم معنا. ونقولوا بسم الله ولا نديرو لها هكا. هنا دابا الشكل ديالها من الداخل. ودابا اش بغينا نديرو غادي ناخدو واحد شويه لاكريم نديرو لها بحال هذا الشكل هذا. هكا نوزعوها. ومن بعد ما وزعنا لاكريم نسدوه على هذا الشكل هذا.
كما كتشوفوا تجي على هذا الشكل هذا. ويقدروا يديروا واحد شي حاجه هكا من الفوق بحال هكا تاع لاكريم، اللي بغى زعما يكثر لاكريم ولا يزيد لاكريم. هي كتجي زوينه بنينه هاد لاكريم هادي تاع الفرماج. ويقدر نديرو بحال هكا. هادي اللي درنا فيها لاكريم من الفوق نزيدو واحد شويه القرفه من الفوق على هاد الشكل هذا. ودابا سيادنا ندوزو نقطعو معكم هادي باش تشوفوا هادي كي جات، ونقولوا بسم الله. كيما كتشوفوا كتجي على هاد الشكل هذا. الا بغيتها تجيك عاليه ما عليك تزيد تخمر هاد الحلوى وتضرب الكميه، وتستعمل نفس المول، يكون المول صغير ما يكونش كبير. هكا غادي نكونوا سالينا. يعني اش بغينا نديرو دابا؟ راه نحطو هادي هنا تنصوروهم على هاد الشكل هذا، وهادي نديروها هنا. وانا سيدي الكيكه نتاع خيزو. ودابا سيادنا ما بقى لي نقول لكم واحد الريحه طالعه من هنا زوينه، كتحس بها بحال ريحه الحلاوي تاع الدار. ما عرفتش كيف نوصفها لكم ونقول لكم الكيكه ديالتنا. هو هو الشكل ديالها، درنا على جوج ديال الاشكال بلا كريم وبلا لا كريم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وما بقى لي غير نقول لكم نشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. تهلاو في راسكم. السلام عليكم الاخوان.